احنا النهارده معانا المريض اسمك ايه؟ ناصر. ناصر مين؟ مصباح السعيد كريم. منين يا ناصر؟ من ليبيا. اهلا بيك اهلا بيك. وبيك وقتك. احكي لي بقى الموضوع بتاعك يا ناصر انت. كبدايه ولا تو؟ كبدايه. كبدايه صار لي مساك. اي. خش الحمام حتى 7 و8 مرات و10 مرات. تمام. من نزل حاجه بسيطه. تمام. عندي الم في السرج. تمام. الم كان منقعمز مرات ندير ميه دافيه. تمام. به. ومشيت في الامور هذه قعدت تجي سنه ونص ولا سنتين. تمام. وبعدين مشيت لدكتور يعطيني في دواء مساك، ما مشاش معايا. تمام. ما مشاش. بعدين مشيت قال لي برا صورة منظار. تمام. ده كان في طرابلس ولا كان فين يعني؟ هل ده كان في طرابلس ولا ده كان هذا يعتبر في ليبيا في غرب طرابلس. تمام. غرب طرابلس. عملت منظار؟ ما عملتش منظار، اتجهت لتونس تمام. رحت تونس. لتونس. تمام. عملت رنين. أيوة. عملت منظار. تمام. العينة ما طلعتش. تمام. ما فيش طلعت عين. تمام. اتجهت بعد 3-4 ايام مشيت لتونس، غادي العاصمة نعتبر نقول المهدية. تمام. دخلوا لي منظار بالجراحة. تمام. تمام. طلعوا العينة. خدوا عينة بالجراحة يعني مش بالمنظار. ايوه بالجراحة. تمام. قالوا لي بعد 5-6 ايام تطلع النتيجة. تمام. خلاص طلعت النتيجة. ورم سرطاني. ورم. قالوا لك هنعمل ايه بقى؟ فهمت. مشيت بعدين جهت لتونس العاصمة. تمام. مشيت لاخصائي دكتور بتاع اوراق. تمام. صرف لي جرعة 4 جرعات كيماوي. تمام. قال لي خلاص تو اضرب الجرعة. ضربت الجرعة في تونس وقال لي بتروح بلدك، روح اضرب جرعاتك انت في بلدك. ممتاز. خدت 4 جرعات كيماوي. 4 جرعات كيماوي. ده كان امتى؟ هذا من تاريخ كام تقريبا يعني؟ 28/6/2021. خلصتهم امتى؟ خلصتهم في 13/8. هني اخر جرعه خذيتها في مصر. انت خدت جرعات في مصر كمان؟ جرعه 2 في ليبيا. ايوه. وواحده في النهائيه في مصر. تمام. بعد كده؟ في شهر 8 اخر جرعه. تمام. 13/8 خذيت. تمام. من 6 ل8. تمام. بعدين قالوا لي تمشي تعمل اشعاعي. علاج اشعاعي. اشعاعي. خدت 28 جلسه؟ 25 جلسه. خدتهم فين؟ في الدوي. تمام. شبراويش. بعد كده بقى قالوا لك جراحه. بعد شهر كنت نتواصل مع دكتور زي حضرتك مصري. ايوه عارف. وانت الافضل. انا عارف الدكتور. قال لك ايه لما قابلته؟ قال لي بعد شهر ونص شهرين تدير صوره رنين. تمام. درت الرنين فعلا. درت الرنين في ورحت طرابلس. للدكتور الجراح ده؟ لا رحت لطرابلس روحت. تمام. وبعثت له الصر. قال لي الصر هذا كويسات. ما ما فيهم شيء. مشيت لليبيا قالوا لي لا تعاود المندار وتعاود الكمبيوتر. تمام. عاودوا لي المندار. تمام. الدكتور هذا قال لي ضروري دخل جراحه. تمام. الدكتور الليبي. الليبي قال لك هنعمل عمليه. انا اعمل عمليه جراحه. هنعمل عمليه هناك في ليبيا؟ في ليبيا. قال لك ايه العمليه اللي هيعملها؟ اللي يعملها قال لي شكاره مستدامه. فتح شكاره مستدامه يعني فتحه براز جانبيه مستديمه. مستدامه. قلت له ايه انت؟ قلت له لا انا بالرسل مصر قبل. تمام. جيت رجع مصر. الجمهوريه المصريه. تمام. رجع خلاص قعدنا توصلنا معاك الحق. لا رحت الاول عند دكتور تاني انا شايف. لا رحت للدكتور تاني. قال لك ايه؟ الدكتور فكرت قال لي 50% نديروا شكاره 50% مش 50% فتحه براز جانبيه و50% ما نديرش شكاره. ما نديرش كيس. تمام. قلت له ايه؟ قلت له لا بنستشير دكتور ثاني. تمام. توصلنا معاك. قلت لك ايه؟ قلت لي ما فيش شكاره مستدامه. بالنسبه لك انت 100%. 100%. جانا المريض هو عنده ورم سرطاني في المستقيم. يعني بعد الرنين المغناطيسي وتاكدنا ان الورم بعيد عن عضلات التحكم الخارجيه، عملنا ليه استئصال جذري وتوصيل مباشر بدون اي فتحات جانبيه لا مؤقته ولا مستديمه، وعملنا العمليه بالكامل بالمنظار. ورينا بطنك بعد اذن حضرتك. هذا بطن المريض. مفيش اي فتحات. اقف يا فندم. مفيش اي فتحات. دي يعني حاجات بسيطه جدا. مكان المنظار مفيش اي فتحات، مفيش اي اكياس جانبيه. حافظنا ليه على المسار. مفيش اي شكاره جانبيه لا مؤقته ولا مستديمه، يعني حتى معظم الجراحين التانيين بيعملوا فتحه براز مؤقته، احنا لا مؤقته ولا مستديمه، والبراز هيكون طبيعي من الشرج،
وفي نفس الوقت عملنا العمليه بالمنظار ما فيش اي فتحات نهائي، وفي نفس الوقت حافظنا عليها على الكره الجنسيه. انت يعني لينا قد ايه دلوقتي بعد العمليه؟ لينا شهر تقريبا؟ الشهر تقريبا 26 27. تمام، الامور باذن الله بخير. تمام. دي اخر زياره ليك هنا في مصر ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله انا هكتب لك العلاج دلوقتي والتوصيات، وانت هتتابع معايا وترسل لي المحاضرات. ان شاء الله. تحب تقول ايه للدكتور علي زيدان؟ نشكره وبارك الله فيه، وان شاء الله يزيد علم، وان شاء الله نتواصل معاه في كل الاحوال. نحن معنا حالة ثانية. تحب تقول ايه للدكتور علي زيدان؟ نشكره على حسن وحسن تعاملته وكل شيء. واحسن جراح في الجمهوريه معنا حالة ثانية مشت وفي الاردن، وحتى الاردن تواصلت معه. قالوا لك في الاردن؟ قالوا لي لو اقل من 6 سم ونص حنديروا الكيس. يعني هو راح ليبيا وراح تونس وراح الاردن وراح مصر، الجميع قالوا شكرا. قالوا لي شكرا وشكرا وبارك الله فيك. عندنا حالة راحت الأردن. تمام. نفس الموضوع وعملوا له شكرا. وعنده 9 سم ونص. تمام. وتو بوليسه. احنا في نفس اليوم اللي عملنا ليك العمليه عملنا كام حاله؟ 3. 3 حالات. 3 حالات. عملنا ليهم شكرا؟ لا. ال3 بالمنظار؟ بالمنظار. ال3 خرجوا سليم؟ 100%. حسيت باي حاجه؟ مع انا بالنسبه كعمليه واوجاع ما عنديش ولا اوجاع ولا عندي حتى. الدكتور علي كان بيتابعك يوميا؟ وكان بيتابعني يوميا. الفريق المساعد بتاع الدكتور علي على اعلى مستوى؟ نشكر الدكاتره والطب مصر وبارك الله فيهم وعلى حسن المعامله وشكرا لهم وبارك الله فيكم. شكرا. وشكرا. احنا نبغى نستفسر في حاجات بس حاجات بسيطه